أهلا بيكم. النهاردة هنبص بصة سريعة كده على مشروع ضخم بيحصل في المغرب، تطوير ملعب فاس الكبير. أهلا بيك. فعلا مشروع مهم خصوصا مع قرب كأس الأمم الإفريقية 2025 اللي المغرب بيستضيفها. بالظبط. معانا شوية مصادر صحفية بتوضح آخر الأخبار هناك، عايزين نفهم بقى إيه أهم التحديثات دي وشكل الملعب هيبقى عامل إزاي بعدين، يعني بعد البطولة. تمام. الشغل شكله ماشي بسرعة والمشروع طموح قوي بصراحة. طب خلينا نبدأ بأكتر حاجة باينة دلوقتي، الواجهة الزجاجية اللي بيقولوا شبه خلصت دي. أيوة، الواجهة الزجاجية دي بتدي شكل عصري للملعب فعلا. المصادر بتقول إنها تقريبا اكتملت. غير بقى توسيع المساحات الخضراء حوالين الملعب وزراعتها وكده. صحيح. واللي يلفت نظر كمان هو حجم المشروع نفسه والمعايير اللي ماشيين بيها. يعني بنتكلم عن سعة هتوصل ل 55,800 متفرج. 55,000 ده رقم مش قليل خالص. لا طبعا، ده هيخليه رابع أكبر ملعب في المغرب تقريبا بحلول 2030. والنقطة المهمة إنه مش بس شكل خارجي. أكيد التجهيزات من جوه. بالظبط. يعني غرف تغيير الملابس، قاعات الإعلاميين، حتى المناطق الطبية، كله بيتجدد على أعلى مستوى. مواصفات الفيفا والكاف طبعا. وده بيوري قد إيه هم واخدين الموضوع بجدية عشان البطولة الإفريقية. أكيد. ده غير إن الإشراف المباشر من سونارجيس، الشركة الوطنية المسؤولة عن المنشآت الرياضية هناك، ده بيدي ثقة إن الشغل ماشي صح وفي ميعاده. تمام. فكرة المواصفات العالمية دي مهمة. هل المصادر قالت تفاصيل زيادة؟ يعني إيه الجديد بالظبط عن الأول؟ بصي، المصادر مش بتدخل قوي في تفاصيل فنية دقيقة، بس بتركز إن التحديثات بتشمل أنظمة إضاءة وصوت جديدة، شاشات عملاقة، تسهيلات كاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. الحاجات الأساسية في الملاعب الجديدة دي. مظبوط. ودي كلها حاجات أساسية عشان تستضيف بطولات دولية كبيرة. تمام قوي. ده كله بالنسبة للمرحلة الحالية اللي هي المفروض تخلص قبل 2025. بس الكلام اللي لافت أكتر في المصادر هو عن مرحلة تانية بعد البطولة. أيوة، النقطة دي مهمة جدا. المرحلة التانية دي بقى فيها تغيير جذري في الملعب نفسه. إزاي يعني؟ هيشيلوا تراك ألعاب القوة اللي حوالين الملعب. المضمار ده، دي خطوة كبيرة. جدا. ودي بتقرب المدرجات من الملعب، بتخلي الجو حماسي أكتر، وطبعا زوايا الرؤية بتبقى أحسن بكتير للمتفرجين. دي سمة أساسية في ملاعب الكرة الحديثة. فعلا. نقطة إزالة المضمار دي الناس كلها بتتكلم عنها. طب ده معناه إن الملعب مش هيقدر يستضيف بطولات ألعاب قوى بعد كده؟ ده غالبا اللي هيحصل. يعني المصادر بتلمح لده، كأنه قرار استراتيجي بيركز على الكرة بشكل أساسي في مستقبل الملعب. يبقى تخصص أكتر في الكورة. بالظبط. التحول ده بيخلي تجربة الماتش نفسها أحسن. ومش بس هيشيلوا المضمار، لا، في إيه تاني؟ هينزلوا بمستوى أرضية الملعب شوية، وده يسمح يزودوا صفوف مدرجات زيادة. والأهم بقى، هيغطوا الملعب كله. يغطوا الملعب بالكامل؟ دي حاجة تانية خالص. أكيد، حماية من الشمس والمطر، وبيرفع قيمة الملعب جدا. ده غير طبعا تطوير شامل لمنطقة الباركينج عشان تستوعب ناس أكتر. يبقى الصورة كده وضحت. الموضوع مش بس تجهيز للبطولة وخلاص، لا، دي عملية تحويل شامل للملعب، رؤية أبعد بكتير. تمام. منشأة رياضية حديثة متكاملة، متخصصة في الكورة، سعة أكبر، تصميم عالمي، والمؤشرات بتقول إنهم ماشيين كويس في الجدول الزمني. وده يخلينا نفكر في نقطة أبعد شوية، زي ما بعض المصادر بتقول اللي هي إن التأثير مش رياضي وبس. مظبوط. المشاريع الضخمة اللي زي دي غالبا بيبقى ليها أبعاد تانية. ممكن تكون جزء من خطة تنمية أكبر لمدينة فاس نفسها. إزاي يعني؟ تحسين شكل المدينة مثلا؟ تحسين الواجهة، خلق فرص عمل، جذب استثمارات تانية للمدينة. ده غير طبعا صورة المغرب نفسها كدولة قادرة تنظم أحداث كبيرة بمستوى عالمي. نقطة ممتازة دي. يعني التطوير ده ممكن يحرك حاجات تانية في البلد. طب تمام، كفكرة أخيرة كده نفكر فيها بعد ما قرينا المصادر دي كلها. اتفضلي. يا ترى إيه ممكن تكون التحديات اللي ممكن تواجه المرحلة التانية دي؟ يعني بعد 2025 مع التغييرات الكبيرة قوي دي زي تخطيط الملعب وشيل المضمار، هل ممكن تحصل مشاكل لوجستية مثلا أو حتى رياضية؟ سؤال مهم فعلا. أكيد التغييرات الجذرية دي محتاجة تخطيط دقيق جدا ومتوعى. ممكن تظهر تحديات في التنفيذ أو حتى في التشغيل بعد كده. دي حاجة تستاهل نتابعها ونشوف هيعملوا فيها إيه. بالظبط. يبقى هنتابع ونشوف إيه اللي هيحصل. شكرا جدا على المناقشة المفيدة دي. الشكر ليك.